اهلا بيكم، اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا فتح علبه سريع لكاميرا مراقبه منزليه من شركه تي بي لينك، وهي موديل تابو سي 200. المهم عشان ما اطولش عليكم نبدا بفتح العلبه. هتجد العلبه مكتوب انها نمبر 1، وايضا بتصور بدقه 1080 يعني فول اتش دي، وفيها تتبع الاشخاص والاطفال ورؤيه ليليه. تجد مكتوب ان هنا ضمان سنتين. طبعا دي سعرها من رينج 700 جنيه لحد 900 جنيه، اقصى حاجه 1000 جنيه، يعني دي كاميرا سعر او فئه اقل من 1000 جنيه. نفتح مع بعض. انا مش عارف يتفتح من فين اصلا، بس احنا نحاول نمسك على الطرف وبعد كده نقطع. هات هنا. بس كده. فتح من الجنب. طبعا دي كاميرا بالواي فاي وليها تطبيق، وبتدعم يا ترفع الفيديوهات او الصور على الكلاود او على كارت ميموري. واعتقد انها بتدعم كارت ميموري يعني على حسب علمي مش اقل 520 جيجا. دي محتويات العلبة: كتيب ارشادات، كارت الضمان، طريقة تركيبها على الحائط، الجزء اللي بيركب على الحائط، الفيشر، الكاميرا نفسها، جزء زرار الريست اللي هو يعني ضبط مصنع، وهتجد هنا مكان الكارت الميموري لحد 520 جيجا. هنا مكان التركيب، اعتقد دي اللي هي بتدخل كده وتتلف. اللي بتتلف معايا نسيت صح، يعني كده ونلفها، بس انا مش عايز اركبها حاليا. نرجع الكاميرا، المفروض انها بتلف 360. هنا مكان الادابتور، مكتوب تي بي لينك. نشوف بعض المواصفات العلبة وننهي الفيديو. هتجد ان هي 360 الرؤية، 1080 فول اتش دي، فيها وسيلتين للميكروفون، وفيها سبيكر يعني تقدر تتكلم منها من التطبيق، يعني تفتح التطبيق وتتكلم منها. وهتجد ان هي فيها سماعة، بحيث ان انت لو اتكلمت من التطبيق تجد ان الكاميرا بتتكلم. نشوف هنا كده، ادي كارت ميموري بيوضح لك ان هي في بلاك زون، الكلاود، الرؤية. هي يعني ميزتها في التطبيق اعتقد، وهحتاج فيه فيديوهات كتيرة. وطبعا دي انا جايبها عشان احطها في الصالة، لان والدتي كبيرة في السن تقعد وحديها كتير، فاللي هو انا حابب اطمن عليها، او مثلا يعني ابلغها ان انا عايز اكلمها في التليفون. يعني فوائدها كتيرة، خصوصا لو عندك اطفال او عندك كبار سن. المهم ده فيديو سريع كده. دي محتويات العلبة قبل ما يقفل. كاميرا، ده الجزء اللي بيركب في الحيطة، ده الفيشر، ده الادابتور، ودي كتيب الارشادات طريقة تركيب الفيشر، والكتيب الخاص بالكاميرا بكل شيء. التطبيق قم بتحميل التطبيق. وده الضمان. معرفش، غالبا مكان الفيشر في الحيطة حاجة زي كده، اللي هو يعني تحط دي في الحيطة، تلصقها على الحيطة، وتدخل بالفيشر 6 ملي هنا بالشنيور وهنا بالشنيور. فسهل عليك، ولا تقيس ولا اي حاجة، ولا تحدد بقلم ولا اي حاجة.
تفك دي من مكانها وتلزقها على الحيطة وشكرا على كده. بيفكروا. هسيب ليكم الرابط الخاص بيها في موقعها بحيث تعرفوا المواصفات بالكامل. المهم بكده الفيديو انتهى، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولا حد عنده سؤال يفضل في التعليقات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. سلام.